بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفه اليوم هي وصفه معسله من المعسلات الرمضانيه، بنينه بزاف والذوق تاعها رائع، تجمع بين منافع الكحك، الجلجلان وحلاوه العسل. هذه الوصفه تقليديه سهله واهم حاجه بنتها لا تقاوم. خليكم معايا وتبعوا الفيديو خطوه بخطوه لتحضير هذه الوصفه. اول حاجه غادي نبداو بها الوصفه تاعنا هي الفارينه. نجيبوا الفارينه وناخذوا منها 3 كيسان. سعه الكأس هي 200 ملل ونغربلوها، ولازم نغربلو الفارينه باش تعطينا نتيجه افضل في الحلوى تاعنا. نكملوا نغربلو الكميه اللي راح نستعملوها، ومن بعد غادي نضيفوا عليها ملعقه كبيره تاع منافع. المنافع هنا هو خليط ما بين حبه حلاوه اللي هي اليانسون مطحون وزريعه البسباس ثاني مطحون. نخلطوهم وناخذ ملعقه كبيره ونزيدوا عليهم ملعقه صغيره قرفه، نزيدوا ثاني ملعقه صغيره تاع لافاني، واكيد الحاجه اللي دائما ناكد عليها هي رشه ملح باش تعادلنا الذوق تاع الحلوى تاعنا، ما تجيش الحلوى تاعنا صامته. نزيدوا ملعقه صغيره خميره الحلويات، ونخلطوا المكونات الجافه تاعنا مليح حتى يتجانسوا مع بعض بهذا الشكل. لازم كل المكونات يدخلوا مع بعضياتهم، ومن بعد نبداو نضيفو في السوائل. عندنا هنا 2 معالق كبار تاع زيت نباتي، زائد 3 ملاعق كبار مارغرين دايبه، وصفار تاع حبه بيض. ونبسوا الخليط تاعنا بهاد المكونات، نسيو ندخلوا مليح المكونات الجافه مع السائله ونحكوهم بين يدينا. حكوا مليح باش المكونات الجافه يدخلوا مع السوائل ويتبسس لنا الخليط تاعنا. شوفوا كشاني ندير على الطريقه اللي نبسو بها المبسس، نديرو هكذاك. لازم نبسو المكونات تاعنا مليح مليح مع المكونات السائله. ومن بعد نضيفوا عليهم 3 ملاعق تاع ماء الزهر. نخلطوا ماء الزهر مع المكونات ونكملوا نبسو. لازم نخلطوه مليح، ومن بعد نلموا العجينه تاعنا بالماء. هنا الماء ما نضيفوش ضربه واحده، لازم نضيفوه بالتدريج باش ما يخسرناش العجينه يجريها. نكملوا نلموها حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه، ما لازمش تكون طريه بزاف حتى تبقى تلصق في اليدين، وماشي تاني قاصحه بزاف حتى تغبننا في الخدمه. هكذا لازم تكون العجينه. شوفوا معايا كيفاش تكون، ما نمسحها في يدي كيفاش راها داير. نلموها مليح، ومن بعد نشكلوا بها بودة طويل على حساب هذا الشكل، ومن بعد نقسموا العجينه تاعنا باش نديروها كويرات. نشكلوا الكريات تاعنا. انا درت الكريات بحجم متوسط، وتقدري نتيا ديري حجم تاعهم ما يكون شويه اصغر الا بغيتي. انت تتحكمي في الحجم الكريات تاعك، هذاك الشيء على حسب الرغبه تاعك. بصح انا نظن بلي هذا هو الحجم المثالي، يكون شكلهم متوسط. هاد الكميه عطاتني 8 كريات، اختاريت حجم متوسط لخاطر كي نجي من بعدها غادي نقسمو غادي يعطينا الشكل المثالي. من بعد نغطيو الكريات تاعنا بفيلم اليمونتير باش ما يديروناش هذيك الطبقه اللي تخصنا العجينه كي نجيو نحلوها، ونخليو الكريات تاعنا يرتاحوا لمده 15 دقيقه. نغطيوهم نخليهم يرتاحوا، ومن بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا نرشوها بالمايزينا للوجهين، ومن بعد نبداو نحلو فيها. ما راش غادي تغملنا العجينه، غادي تساعدنا في الخدمه. نحلوها مليح مليح، لازم نحلوها رقيقه باش غادي نطيبوها. ديجا هاد العجينه تاعنا تسمى لازم نحلوها، وديجا راه فيها خميره الحلويات تسمى غادي تزيد تنتفخ. ماذا بيك تحليها رقيقه بزاف باش كي نشكلوا الحبات تاعنا ما يجيوش خشان ومعجنين. وهذا هو السمك تقريبا تاع العجينه اللي لازم نتحصلوا عليه. هنا بعد ما حلينا كامل الكريات نبداو نطيبوهم. اهم حاجه كي نحلوهم نحطوهم وحده فوق وحده ونغطيوهم، نبداو نطيبوا الاولى اللي حليناها. نحطوا العجينه تاعنا على الطاجين يكون مسخن من قبل، ولازم النار تكون متوسطه. ولازم كي نحطوا العجينه نخليوها فقط 5 ثواني، يعني المده اللي تنشف فيها فقط، ما نخليوهاش حتى تطيب بزاف باش ما تيبش. كل وجه لازم نخليوه فقط 5 ثواني على هذا الشكل. هنا قلبتها.
ما لازمش نخليوها بزاف فوق النار كما راكم تشوفوا. صايي غادي نحيها، وهنا عاود طيبت معكم وحده ثانيه باش تشوفوا الطريقه. لاحظوا كي بدات تنشف تحسوها تطلع، ما تبقاش لاصقه في الطاجين. هنا تعرفوا باللي لازم نقلبوها. نقلبوا العجينه تاعنا ونخليوها تاني مده قليله فوق النار. كملوا نطيبوا كامل الكميه اللي عندنا، ومن بعد غادي نحطوهم وحده فوق وحده ونغطيهم بسيرفيات باش ما يقيسهمش الهواء وينشفوا. ومن بعد نبداو نشكلوهم. قبل ما نشكلهم غادي نوجدوا لاكول اليمونتير تاعنا اللي غادي نلصقوا بها العجينه. درت مغرف كبيره فارينه زائد القليل من الماء، نخلط مليح، نبقى نضيف الماء ونخلط بكميات قليله حتى نتحصل على القوام اللي راني باغياته، يجي على شكل غراء. لاحظوا معايا هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. من بعد نجيبوا حبه من العجينات اللي طيبناهم، ندهنوا نصف الطرف تاعها بالغراء اللي خدمناه، ندهنوا فقط نصف كما راكم تشوفوا في الجانب، ومن بعد نطويوها في الجانب كما راكم تشوفوا، ونبداو نروليو بهذا الشكل. لازم كثير نخدموا الرولي نزيروه باش شكلهم كي نقطعوهم يجي شباب وما ينحلناش وما يجيش شكله كلي محلول. على هذا الشكل نعاود نخدم معكم حبه ثانيه باش تشوفوا مليح الطريقه. اهم حاجه تزيروا وانتم تروليو باش الشكل يجي شباب. دهنت الغراء الغذائي ومن بعد بديت الرولي. شوفوا زيروا مليح كي تكونوا تروليو باش يجيو الشكل تاعهم متراص مع بعضياته. كملت روليت كامل الكميه، ومن بعد جبت مقص وبقيت نقص فيهم على شكل معينات بهذه الطريقه حتى كملت كامل الكميه اللي عندي. شوفوا لازم نقصهم على شكل معين. ومن بعد سخنت الزيت على نار مرتفعه، وكي بديت نحط فيه حبات المعسله نقصت وخليتها على نار متوسطه قريبه الهادئه، وقليت الحبات تاع المعسله. نخليوهم يتقلاو ونقلبوهم كي يكونوا يطيبوا. ما تخافوش ما غاديش ينحلوا، كتبوا هذه الطريقه غادي ينجحوا لكم ان شاء الله. خليوهم يطيبوا حتى ياخذوا لون ذهبي قريب للاحمر، ومن بعد نطفيوهم في العسل ديراكت. ما تزيدوش الماء الزهر للعسل باش المعسله تاعكم تقعد مقرمشه. وفي الاخير زينت المعسله تاعي بالجلجلان، غادي يزيدها ذوق وبنه رائعه. هذا الجلجلان يتمشى بزاف كما نعرفوا مع المنافع. نأكد لكم غادي كي تجربوها ما غاديش توليو تستغناو عليها في سهراتكم الرمضانيه. وهذا هو الشكل النهائي تاع المعسله. هذه المعسله معروفه باسم معسله لسان الطير، ومناسبه جدا للسهره الرمضانيه. البنه تاعها ما نقدرش نوصف لكم، لازم تجربوها وتحكموا بانفسكم. وفي الاخير نتمنى تشاركوني ارائكم في التعليقات. ما تبخلونيش بالجيم لا فيديو الى عجبكم، والاشتراك في القناه، واذا حابين يوصلكم كل جديد فعلوا زر الجرس. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله. سلام.